ازاي تبدأ في مجال تطوير الألعاب أو الجيم ديفلوبمنت في 2024؟ في الفيديو ده هقولك الطريق اللي تمشي فيه عشان تبقى مطور ألعاب. طيب ازاي تبدأ في مجال الجيم ديفلوبمنت؟ أول حاجة خليني أقولك إن المجال ده واحد من أصعب مجالات البرمجة، ده لو ما كانش من أصعبهم، لأن زي ما قلت الفيديو اللي فات بيعتمد على أكتر من حاجة غير البرمجة، زائد كده كمان فرص الشغل فيه قليلة جدا. فأول خطوة ممكن نقولها في الطريق اللي أنت هتمشي فيه ان انت لازم تكون بتحب المجال ده، لان الوقت اللي انت هتقضيه في تعلم المجال ده ممكن تتعلم في الوقت ده مجال تاني زي الموبايل ابلكيشن ديفلوبمنت او الويب ديفلوبمنت مثلا. يعني فرص الشغل فيهم اكتر بكتير من الجيم ديفلوبمنت، سواء عندنا هنا في الشرق الاوسط عموما او كمان بره في اوروبا او كفريلانسر. طبعا فاول خطوه في الطريق ان انت لازم تتاكد ان انت بتحب المجال ده. طيب انت بتحب المجال، تبدا منين؟ اول حاجه الاساسيات. في راي في كوميونتي البرمجه او المجتمع البرمجي عموما ان انت لو مالكش في البرمجه او انت مش في كليه كمبيوتر ساينس او حاجه تبعها BIS او حاجه زي كده، يعني مش هتدرس الاساسيات في الكليه وحابب تخش اي مجال برمجي من بره الكليه، ان انت تخش المجال ده على طول من غير ما تاخد الاساسيات. وفي ناس كتير عملتها لكني انا ما انصحش بيها طبعا، وما احبش ان انت تعملها. ليه؟ لان لا قدر الله لو انت اكتشفت ان المجال صعب او شدك مجال تاني، هيبقى الموضوع صعب جدا جدا ان انت تتعلم المجال التاني ده من الاول، لان انت ما عندكش بيزكس، ما عندكش اساس واقف عليه. عكس لو خدت الاساسيات في الاول، من اول الداتا تايبس والاف والارث لحد مثلا الاو بي والداتا ستراكشر والالجوريزم والحاجات دي مغرقه اليوتيوب، ممكن تاخدهم باي لغه عادي. لكن زي الجامعات، وانا كمان انصحك ان انت تبدا بسي بلس بلس او سي. وبالمناسبه انا اتاسست بالاثنين دول، وممكن اقول لك ان الموضوع اسهل شويه في سي، بس عشان السي بلس بلس بتدعم الاو بي وفيها داتا ستراكشر والجوريزم، فممكن تاخدها على طول بدل ما تاخد سي وتروح تنقل بعدها على سي بلس بلس. لكن زي ما قلت لك الموضوع مش برمجه بس، هتبقى لازم تاخد بلاي ليست مثلا حاجه انتروداكشن عن اللينير الجبرا والفيكتور فيزيكس. الموضوع ممكن يعدي الانتروداكشن بشويه برضه. طيب اخدت الاساسيات، تعمل ايه؟ تاني خطوة بعد الأساسيات إنك تختار الإنجن بتاعك أو محرك الألعاب اللي هتشتغل عليه. كان عندي مشكلة لما خدت الأساسيات في الجامعة، إن أنا مش فاهم اللي أنا شايفه على الكونسول أبلكيشن ده هيبقى لعبة إزاي، لأن ساعتها طبعا ما خدناش GUI، فما كنتش عارف الكلام المكتوب ده هيبقى لعبة إزاي. وحتى اللعبة اللي إحنا عملناها كانت صعبة بشكل غبي، وهي دي وظيفة محرك الألعاب أو الإنجن، إنه بيسهل لك الحاجات اللي ممكن تسهل. زي إيه؟ زي الأنيميشن، ودي واحدة من أسهل الحاجات اللي بيسهلها أي إنجن، بالإضافة لحاجات تانية كتير. طيب محركات الألعاب كتير شوية، لكن طبعا أشهرهم يونيتي، أنريل إنجن 5 وجودو. فتبدا بايه فيهم؟ كل واحد ليه مميزات وعيوب. اول واحد فيهم يونيتي، هو اشهر جيم انجن او محرك العاب في العالم تقريبا، على الاقل لحد من سنه. بيستخدم لغه سي شارب في البرمجه بتاعته، ودي مش هتبقى حاجه بعيده عليك، عشان انت لو اتاسست بسي بلس بلس او سي، التريبل سي كلهم شبه بعض. وده بالمناسبه اللي حصل معايا، لاني خدت سي بلس بلس في الجامعه الاولانيه، سي في الجامعه الثانيه، وسي شارب لوحدي في الكورس زي ما حكيت الفيديو اللي فات. فكان الموضوع سهل وما خدش في ايدي كتير. ممكن نقول ان نسبه صعوبه يونيتي متوسطه، انا شايفها اقل من متوسطه، لكن الراي العام بيقول ان هي متوسطه. والجهاز اللي بيحتاجه يونيتي، لان طبعا لو انت شفت القناه قبل كده هي كانت قناه هاردوير عموما، جهاز ممكن نقول برضه في نفس الفئه، متوسط، اقل من متوسط شويه. طبعا كل ده على حسب اللي انت هتشتغل عليه، لكن في الاول على الاقل والمده حلوه هو محتاج جهاز متوسط او اقل. تاني واحد انريل انجن 5، احسن محرك العاب في العالم دلوقتي، رغم ان انا ممكن نقول ان اكل عيشي جاي من يونيتي، لكن اخر فتره دي انريل انجن 5 مفيش زيه، لان هو بيعمل حاجات اعجازيه تاخد وقت كتير وشغل كتير في يونيتي بيعملها كده. لكن طبعا عيبه الاوحد هو ان هو تقيل، محتاج جهاز قوي. صعوبة تعلمه انا شايفه اسهل واحد في الثلاثة، او يتشارك السهولة مع جودو، لان انريل انجن 5 بيشتغل ممكن نقول بنوعين برمجة. اول واحدة سي بلس بلس اللي انت اساسا هتكون متأسس عليها، لكن انا مش حاطه سهل عشان السبب ده، انا حاطه كانجن سهل بسبب البروجرام. هي مش لغه برمجه زي اللي انت كنت بتعملها في الاساسيات وفي السي والسي بلس بلس وكده، هي بلوك او حاجه اوريدي معمول لها برمجه بتعمل حاجه، انت بقى بتقعد توصل كل بلوك متبرمجه بتوصلهم ببعض. ودي واحده من اكتر الحاجات الممتعه، وغير ان هي ممتعه ان هي بتقلل نسبه الايرورز كتير. انا غالبا عمري ما واجهني اي ايرور في انريل انجن 5. بالمناسبه عشان تبقى عارف، انا عامل فوق ال 27 لعبه تقريبا متوزعين على يونيتي، انريل انجن 5 وجودود. في العاب منهم ممكن تجربهم تحت في اللينك بتاع itch.io. انا شايف ان انت بتتعلمها مع الوقت كده كده، لكن انا عموما اتعلمتها في قرب الساعتين، ساعتين وشويه فيديو على اليوتيوب. طبعا ما اتعلمتش اللغه كلها لانها مش لغه اساسا، لكن خدت الاساسيات والزياده، وباقي الحاجات انت بتتعلمها مع الوقت بالتطبيق في المحرك. عيبه الوحيد زي ما قلت لك هو مساحته، اللي هي ممكن ما تعتبرش مشكله لناس كتير، لكن طبعا عيبه الاكبر ان هو تقيل على الجهاز. طيب تالت محرك العاب، تالت انجن هو جودون. مش عارف اجيبها لك ازاي، وده تقريبا هيبقى الفيديو الجاي،
انا بكره جودود. دي حاجه خلينا نناقشها في فيديو جاي. مثلا جودود هو محرك العاب كويس جدا للمبتدئين واللي لسه داخلين عالم الالعاب. هو الكلام ان هو سهل اللي طالع عليه، انا شايفه ان هو مش من ناحيه البرمجه، هو سهل من ناحيه الواجهه. مثلا سهل على الجهاز، خفيف جدا لدرجه ان هو على الموبايل. هو المحرك الالعاب الوحيد من يونيتي وانريل اللي على الموبايل، فهو حرفيا بيشتغل على اي جهاز. غير كده طبعا ان هو حجمه لا يذكر تقريبا، عكس مثلا انريل انجن اللي حجمه 60 جيجا. جودود بيستخدم لغه جي دي سكريبت شبيهه قوي بالبايثون. كل دي حاجات مميزه طبعا وحاجات حلوه جدا، وممكن نناقشها اكتر في الفيديو الجاي. لكن انا وجهه نظري مشكله جودود الاكبر ان هو لسه ناقصه كتير قوي، ودي حاجه زي ما قلت لك هنناقشها في الفيديو الجاي. لكن بالمختصر انصحك بايه فيهم في البدايه. طيب انا لو رجع بيا الزمن ومشيت في نفس الطريق ده واتعلمت الاساسيات، هخش في انهي محرك بعد ما شفت اللي انا شفته دلوقتي؟ بصراحه هخش في يونيتي، لان يونيتي بيجمع ما بين اغلب المميزات. اولا يونيتي مش تقيل زي انريل، وممكن يكون خفيف جدا على حسب اللعبه اللي انت بتعملها. ثانيا لغه البرمجه بتاعته مش صعبه ومش غريبه عليك لو انت مشيت في الطريق ده وخدت سي بلس بلس، عكس جي دي سكريبت اللي هي سهله لكن هي غريبه مش زي اللي انت خدتها، ودي بتختلف اكيد من شخص لشخص. تالت حاجه قادر ان هو يعمل كل نوعيات الالعاب. يعني انت لو اتعلمت يونيتي من الاول وفضلت ماشي فيه مش هتتضايق، على عكس جودود بيعمل 3 دي، لكن ال 3 دي بتاعه ما يتقارنش ولو 1% من يونيتي او انريل. ده لان طبعا جودود قدامه كتير قوي لسه. غير كده وده يمكن الاهم، اكتر واحد فيهم فيه مصادر للتعلم، وده طبعا لانه اقدمهم. وفي يونيتي انا مش شايف عيوب، رغم ان انا ما بقتش احبه وبقيت احب انريل، لكن هو بصراحه مش صعب وما فيهوش اي عيوب. حتى عيبه الوحيد اللي الناس كانت بتتكلم فيه هو فكره نسبه الارباح اللي هياخدها منك لما تحقق مش عارف ايه. شايف ان هو موضوع صعب اساسا، يعني فكره ان انت تحقق $100,000 او مش فاكر كام وبعدها هو ياخد منك ارباح. طب نحققه من الاول وبعدين نشوف. ده رايي على الاقل. لكن لو انت حابب تبقى زي الناس عموما اللي بتبدا في المجال ده دلوقتي، فطبعا جودود. ليه؟ لانه في اكتر من ميزه، سهل للمبتدئين حتى ان الاطفال بيعملوا بيه العاب، وخفيف جدا بيناسب اي جهاز. فعموما بدات بده او بده مش هتبقى حاجه وحشه، لكني انصحك تبدا بيونيتي. الخطوه اللي بعد كده ان انت تتعلم تعمل العاب على المحرك ده. لو شفت الفيديو اللي فات، انا في الخطوه اللي زي دي رحت اشتريت كورسات على يوديمي. دي حاجه انا انصحك بيها لو انت قادر. لو انت مش قادر اليوتيوب ما سابش. لكن المشكله الوحيده ان اكتر التوتوريالز اللي على اليوتيوب بالانجلش، فهي دي المشكله الوحيده اللي ممكن تلاقيها. بس مع ذلك في كورسات عربيه كتير دلوقتي. بالمناسبه انا كنت سالتكم الفيديو اللي فات وفعلا لقيت ناس كتيره حابه موضوع زي ده، ان ممكن ننزل فيديوهين او 3 نجرب نعمل كذا لعبه مع بعض اشرح فيهم برمجه الالعاب عموما، بكل فيديو نص ساعه ساعه مثلا، والعاب حقيقيه وكويسه وممتعه. فلو انت حابب حاجه زي دي اكد عليا برضو، لان الموضوع هيبقى صعب عموما. فحابب اشوف ان في ناس حابه حاجه زي دي. فلو انت مش قادر تشتري كورسات، اليوتيوب قدامك، خصوصا لو انت اخترت محرك جودود هتلاقي قنوات كتير بجد مميزه وبتشرح كويس ومحتواهم حلو وبالعربي وهتفهم منه. فهتشوف كذا توتوريال او شرح لمشاريع او العاب في يونيتي او جودود على حسب انت هتبدا في ايه. لكن اهم نقطه في متابعتك للشرح ده ان انت تفهم، مش ان انت تنقل اللي بيعمله. لان انا كنت كده في الاول، بنقل اللي بيحصل قدامي في الفيديو وانا مش فاهم ده بيعمل ايه، لمجرد بس ان الاقي اللعبه شغاله وخلاص، واخلص الاقي نفسي مش فاهم. نيجي لاخر خطوه ان انت تعمل لعبتك كلها لوحدك. اخترت المحرك والانجن اللي انت هتبدا بيه، اتفرجت على شرح للانجن ده، وعملت لعبتين 3 مع الشخص اللي بيشرح وفهمت. واهم حاجه تكون فهمت ايه اللي بيحصل وكل حاجه بتتعمل ازاي. هتعمل لعبه كلها لوحدك، كل حاجه في اللعبه انت اللي عاملها لوحدك. يعني ايه لوحدك؟ ان انت ما اتفرجتش على فيديو بيشرح الحاجه دي. ما تعمل لعبه بسيطه وسهله زي اللي انت اتعلمتهم في الفيديوهات. لعبه غالبا هتبقى في المرحله دي 2 دي او توب داون. ما تصعبش الموضوع على نفسك، تبقى لعبه بسيطه بس انت اللي عاملها لوحدك. ممكن نقول بعد المرحله دي مبروك، انت بقيت جيم ديفلوبر. اهم حاجه بعد الخطوه دي ان انت ما توقفش، تتعلم حاجه اكتر شويه وتشوف توتوريالز تانية ازيد شويه او ادفانسد شويه من اللي انت شفتها. بتعمل حاجه زياده، بتضيف حاجه زياده كنت شايفها صعبه دلوقتي هتبقى اسهل بكتير. تعمل لعبه اكبر شويه وبس كده. لو عندك اي سؤال، عندك اي استفسار، انا دايما معاك في الكومنتات. وبس، سلام.